عاملين ايه؟ كل واحدة حرانة او زهقانة او عايزة تطر على قلبها، تعالوا نعمل الوصفة دي في ثانية في ثانية في ثانية ونكون طالعين من المطبخ. ايه هي الوصفة؟ هنعمل رز بلبن وهنحط عليها مانجا وهنحط صوص شوكولاتة وهنحط صوص كريم كراميل، وهنعمل كل حاجة خطوة بخطوة مع بعض، وهتحطيها في التلاجة لمدة ساعة تاكليها بألف هنا وصحة، هتطر على قلبك وقلب عيالك في الحر النار اللي احنا فيه ده. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على المقادير على طول. معانا هنا كوبايه الرز ده، كوبايه ونص رز انا غسلاهم ونقعاهم لمده ربع ساعه تلت ساعه. اغسليهم ونقعيهم من ربع ساعه لتلت ساعه عشان يستوى معاكي على طول. كوبايه ونص دول 3 كوبايات ميه. هنرفعهم على النار علشان يستوي. احنا دلوقتي تعالوا بقى اما نشوف الرز بتاعنا عمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم وبسم الله ما شاء الله مستوي. انت الرز بتاعك يبقى مستوي خالص، بس ما تخلوش لدرجه ان هو يلزق منك في ارضيه الحله. يعني انا هوريك الحله دلوقتي هتلاقيها ما فيش فيها اي حبايه رز لازقه خالص. عندك لبن حليب ماشي، عندك لبن معلب زي ده ماشي. انا ما كانش عندي حليب الا نص كيلو بس، فاشتريت اللي هو الكيلو المعلب ده ونزلت بيه عادي خالص، مش هيعمل اي حاجه لو انت نزلت بده على ده عادي زي ما انا بنزل كده، ولا هيجرى اي حاجه، بل بالعكس هيديله طعم حلو كمان. اللي انا هحطه بالمعلقه ده كريم شانتيه. عندك كريم شانتيه هتحطيه، ما عندكيش وهتستكفي بحته القشطه ماشي، بس الكريم الشانتيه بينقلك الرز بلبن بتاعك لتيست عالي خالص. واللي انا حطيته ده برضو كوبايه الا ربع سكر. ده كيلو ونص لبن هحط له كوبايه الا ربع سكر. لو انت بتحبيه مسكر زياده، السكر بتاعه زياده، هتحط له كوبايه. ودي معلقتين قشطه. عندك قشطه من وش اللبن او قشطه موجوده عندك في اي حته متعانه في الفريزر كده، هتنزلي بالمعلقتين القشطه دول. اهم حاجه يا جماعه في الرز ابو لبن الكريم شانتيه. الكريم شانتيه بيديله نعومه كده وملمس حلو قوي. انا في الوقت ده كان ريقي ناشف والجو كان حر، فقلت اما ابل ريقي بحته بتاع اللي انا جايباها دي اسمها ايه، قلت اما ابل ريقي بحته مانجا. هتقلبي كده على النار. لو لقيتيه ما ربطش معاكي زي ما هو ما ربطش معايا بالرز بتاعنا كده، هتحطي معلقه نشا كبيره. يعني المعلقه دي بوريها لك ان هي معلقه شاي صغيره، فحطيت منها معلقتين. ده معلقه نشا كبيره، وهتلف بالطريقه دي وايدك ما تشالش من الرز خالص ولا من الحله بتاعتك خالص. ما شاء الله ختم اهو وكريمي خالص. كريمي شوفوا يا جماعه بالشكل ده منظره تحفه. كريمي لما يبقى معاكي كريمي كده هتنزليه بقى وتحطيه في الاطباق اللي عندك. بس نصيحة مني، ايدك ما تشالش من الحلة تقليب لغاية ما يوصل الرز ابو لبن معاكي للمرحلة دي. ما عليكم من التشميرة اللي انا بشمرها دي يا جماعة، ما حدش ياخد باله لكنكم شفتوا حاجة. انا كنت برفع بشمر ايدي كده وانت بتصور فكملنا التصوير عادي يعني. هتحطي في اي اطباق عندك بالشكل اللي انا بحطه ده. عندك اطباق زي دي وعايزه تقفيل عليه علشان ان هو يعمل وش مكرمش زي الرز المكرمش اللي احنا بنشتريه من بره، هتقفليه على كده وتستكفي بيه كده. عايزه تضيفي عليه المانجا والصوصات زي ما انا هضيف بعد شويه، هيديك تيست عالي وطعم عالي جدا. هيبقى واخد من الرز ابو لبن والصوص بتاع المانجا، يبقوا الاتنين شاربين من بعض، وهيبقى طعمه تحفه. هحطه في الاطباق كده بالشكل ده وهنركنه في جنب يبرد. ايدك ما تشالش من الرز ابو لبن ليه بقى وانتي طولمها على النار وعلى نار هاديه، علشان لو ايدك اتشالت منه الرز بيلزق في ارضيه الحله، واحنا مش عايزين النتيجه دي. مش عايزين. شوف الحله بوريها لكم ان هي نظيفه ما فيش فيها اي حبايه رز لازقه خالص. ده نتيجه ان ايدي ما شالتش منه طولمها على النار. هتقلبيه بالشكل هتغرفيه بالشكل ده وتحطيه في جنب يبرد. هنحطه في جنب. بوريكي لو انت عايزه رز مكشكش من اللي احنا بنشتريه من بره، هتغطيه بالغطا ده. هتغطيه وهو سخن زي ما هو، هيقوم مكشكش لك الوش كده بتاع الرز ابو لبن. بس انا كده كده مش عايزاه مكشكش، لان هحط عليه المانجا القطعه بتاعتنا عشان هندري الوش ده كله، ملوش لازمه يعني ان هو يبقى مكشكش او لا. هتقطعي المانجا بتاعتك مكعبات كده. المانجا دي كانت سكريه وكان طعمها تحفه يا جماعه. دايما لما تيجوا تجيبوا المانجا اللي هتحطها على اي نوع حلويات هاتوها مانجا سكريه، ما تجيبوهاش الخضره، لان الخضره هتدي مزازه كده ومش هيبقى طعمها حلو، اما السكريه دي هتديكي طعم كويس جدا.
هتقطعها مكعبات او بالشكل اللي انت عاوزاه، تبع الشكل اللي انت عاوزاه المانجا قطعيها تبع ما انت عاوزه. هننزل بقى اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هننزل على وش الرز ابو لبن بتاعنا كده، وهنزينه ونديله تيست، يعني ايه، هنطعمه شويه بالمانجا، هيبقى واخد من طعم الرز ابو لبن وكريمي. وما تنسيش حتة القشطة اللي احنا حطيناه فيها، هتنقله نقلة تانية خالص مع الكريم شانتيه، هتنقله نقلة تانية، هتخليه في حتة تانية، يبقى طعمه كريمي وجميل قوي يا جماعة. بس جربوه بالطريقة دي وانتوا ان شاء الله مش هتندموا وهتعتمدوها على طول. هتحطي بقى كمية المانجا زي ما انت عاوزة. انا كمية المانجا دي ما سبتش منها ولا حتة، لان هما كده كده بألف هنا وصحة. عفوا يا جماعة، بألف هنا وصحة ياكلوها. فانا حطيتها كلها كده على وش الرز بلبن بتاعنا. ولسه هنحط الصوصات. عندك الصوصات اللي انا هحطها ديت ماشي، ما عندكيش وعايزة تستكفي بالمانجا بس ماشي، عايزة تستكفي حتى بالرز بلبن لوحده، هو بسم الله ما شاء الله يبقى كريمي وفي كل القيمة الغذائية، وهيبقى طعمه جميل جدا. واي حاجة تعملها ببيتك لعيالك هتبقى طعمها تحفة من ايدك ان شاء الله. شوف الاطباق دي بتشتريها بكم من بره، الطبق من ده هتلاقيه في حدود 70 جنيه. انت دلوقتي اكلة زي ديت او حلويات زي ديت ما كلفتناش حاجة، ما كلفتناش 150 جنيه في البيت. بس بسم الله ما شاء الله ادتنا نتيجة وتست عالي، وحاجة نضيفة وعاملينها بايدينا لعيالنا، واحنا مطمنين هما بياكلوا ايه بالظبط. ألف هنا وصحة على قلوبنا وقلوبكم وقلوب الجميع يا رب العالمين، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. الصوص اللي انا بحطه ده صوص شوكولاتة، اما الصوص الاولاني ده صوص كريم كراميل. عندك كريم كراميل هتحطي، عندك صوص شوكولاتة تحطي، عندك صوص مانجا هتحطي، اللي انت عاوزاه حطيه. وده فول سوداني انا عطياله طحنة بسيطة كده في المطحنة، عايزة تحطيه صحيح برضو ده حاجة ترجع لحريتك الشخصية. وعايزة تاكليه خالص كده بدون اي فول سوداني بدون اي مكسرات، عايزة احط كاجو اي حاجة تانية، فهو هيكون معاك بده او ده. لو كان الفيديو بتاعي عجبك اعمل اشتراك ولايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومع فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة، باي.